فضيلة الشيخ، لم يجد الشاب المسلم المهاجر إلى بلد أجنبي ما يعين على رزقه غير العمل في بار، فهل نعتبر كسبه من حرام وهو مضطر لذلك؟ حرام لا مضطر، لأن الذي يريد أن يهاجر إلى مكان من مكان، الهجرة لها أمرين اثنين: إما هجرة اعتبار في الكون تقع عينه على ما خلق الله من عجائب فيزداد إيمانا به، نعم. دي اسمها سياحة اعتبار. وفي سياحة تانية اسمها سياحة استثمار، ضاقت بلاد به فهو رايح هناك. الاثنين ربنا كلم: قل سيروا في الأرض فانظروا، دي سياحة الاعتبار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يبقى هيبقى فيه شيء تاني، والنظر والاعتبار شيء آخر. يبقى الأول للاعتبار والثاني للاستثمار، بس ما تنساش الاعتبار، خد الاستثمار والاعتبار. الحق سبحانه وتعالى بيقول: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما حد هم اللي بيظلموا روحهم. انتوا ليه قاعدين مستضعفين؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ يبقى عايزه تتنقل من هنا لحتة فيها إيه؟ ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ليه؟ لأن الله قال آية في الكتاب اللي قلناها في الأمم المتحدة، قلنا آية في القرآن تحل إشكالكم وتغني عنكم. الله يقول: والأرض وضعها للأنام. الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. الله. إنما أنتوا ليه عملتوها حدود وعملتوها سدود وعملتوها منها مش عارف إيه؟ فلو أن كل واحد ضاقت به أمكنة يروح لمكان ثاني، لازم تكون الأرض كلها للأنام كل الأنام. ولذلك احنا قلنا هناك في البتاع اللي كنا عاملينه بمناسبة الأرض ومناسبة الإيه؟ الأرض. الله وضعني للأنام كل الأنام عشان تعيشوا في سلام من غير خصام. اللي يجوع هنا يشبع من هنا. ما دام تبقى المسألة كده ما فيش لا خلاف ولا حد يتطعن. اما اللي عملها ايه؟ الحدود التي صنعتموها والفواصل والحواجز. لو ان الارض كل الارض للانام كل الانام ما كانش، لان احنا مشكلتنا في العالم الان ايه؟ ارض بلا رجال ورجال بلا ارض. نعم تمام. طب لو عملنا استطراق ونقلنا تنتهي المسألة وتنحل، ما يبقاش فيه اشكال ولا اي ايه ولا اي حاجه. فالذين بقى يذهبون لسعه العيش نقول له: اياك ان تذهب لتطلب سعه عيش دنياك لتضيق على نفسك منافذ اخراك وتبقى مبسوط في الدنيا ويبقى عندك دخل، انما ايه؟ دينك مهلهل واخلاقك بايظه ومش عارف ايه. وعلى الانسان حين يهاجر لطلب الرزق ان يبحث اولا في حاجتين اثنين: امر يتعلق بالابدان وامر يتعلق بالاديان. اما بالابدان فشوف البلد دي فيها امراض خبيثه، اطعم نفسي ضد هذه الامراض زي ما بيعملوا لما نروح بلد بنطعم ضد الامراض، وبعدين واطعم نفسي ضد القيم. مش بدني يبقى اهم من ديني، لازم اشوف هل استطيع ان ازاول مشاعر ديني بدون ضغط علي. ان كانت كده تبقى حلال الرحله، ان ما كانتش كده يبقى حرام ان ترحل وتقول لنفسي مضطر ومش مضطر. ميلك اقعد. انت تريد عملا من نوع خاص، عملا يترفك، وفيه فرق بين عمل يقوتك ويؤدي لك ضروره الحياه وعمل يترفك. العمل الذي يترف في خصب المجال، والعمل الذي يقوت في قطع يد المجال. فكالذين، ولذلك انا قلت لهم: جئتم لتطلبوا سعة العيش ستعطون هذه السعة، ولكن سيمر عليكم فترة كل اللي كسبتوه مهما غلا لا يساوي أن تجد ابنتك مصاحبة ولد قبل ما يتجوزوا. الله. نعم. ولذلك أنصحكم اللي عنده بنات يراعي للحكاية دي، لكن اللي عنده بنين يمكن يقول يتجوز، إنما اللي عنده بنات يعمل إيه؟ فإذا لا أتم السياحة تطمئن إلى أنك البلد التي تصير إليها ما تعوقكش عن أمور دينك.
فإن حملتك على أي شيء يخالفه يبقى حرمت اللحلة، وتقعد كده مطرحك، ومن أخصب تخير ومن أجدب انتجع. فإذا وجد في نفسه ضعفا عليه أن يتراجع. عدل. نعم.